السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل على عيونكم. اللهم اكفنا شر هذا اليوم وشر ما قبل وشر ما بعده. تعالوا نشوف النهاردة الروتين هنعمل فيه ايه. انا جاية النهاردة اوريكم اول حاجة بعملها. بفتح الأوضة ديت، الأوضة دي بتاعت الدروس اللي يوسف بياخد فيها الدرس، وفي نفس الوقت بينام فيها ايه بندق اهو مقابلنا اهو. واول حاجة هبدأ ان انا ارتب الأوضة دي، بفتحها كده وبظبطها اهي. جو النهارده شكله كده مش عاطفي خالص اهو. هفتح بقى كده الشمس تدخل تهوي كده الأوضة، المنظر ده. وبعد كده بقى اهوت نفتح الأوضة كده تجيب شمس وتهويها. لازم الصبح كده تهوي الأوضة وتهوي الشقة، يبقى صباح جديد عليكي يا رب. دايما صباح فيه الخير وفيه البركة علينا كلنا يا رب. بعد كده بقى هلم الدنيا كده واظبط الأوضة واظبطها اهي. طبعا الحاجة بقى بتاعت الدروس دي هشيلها، الامتحانات قربت وربنا بقى ينجح العيال كلها. هنا بقى بعد ما ظبطت الأوضة وفتحتها وهوت الشقة، هوريكم بقى المشتريات بتاعت النهاردة. جبت زيت، جبت بقى بسلة. عاوزة اقول لكم ان الموسم الايام دي اللي هي البسلة عاوزين نخزنها عشان رمضان. جبت بقى ايه اهي، الجو هوا قوي النهارده. جبت مكرونة عشان هنعمل النهارده مكرونة بشاميل اهو. طبعا مفيش بيت بيخلى من المكرونة. وجبت كمان الجبنة ولحمة مفرومة عشان المكرونة. هنبدأ بقى نعمل الأكل بتاعنا النهاردة. يلا بينا. المكرونة اهو، هحط بقى شوية بشاميل تحت كده اهي، المنظر ده كده. ونوزعها في الصينية. نوزعها بالشكل ده كده عشان ما تلزقش. متحطيش سمنة ولا أي حاجة، بس اجيب بقى المكرونة من البشاميل عليها، يطعمها كده ويظبطها. نحط اللحمة دايما بحب اللحمة كده يبقى فيها ايه زي الصوص كده، طعمها حلو. هنا بقى هحط ايه شوية بشاميل، شوية قصدي جبن دي في النص تبقى ايه خطيرة. بس هحط الطبقة التانية بقى البشاميل اهو. نحط بقى ايه على المكرونة. الله الله عليك، ايه الجمال ده يا ولاد، ايه الجمال ده.
اسم ربنا كده وانت بتشتغلي، تصلي على الرسول، تقولي بسم الله، تذكري مثلا اسم الله الرحمن كذا مرة وانت واقفة. الحاجات دي والله بتفرق جامد، مش في الأكل، لا في حياتك عامة. كده على الفرن. هنا بقى بطبخ البسله، حطيت السمنه على شويه زيت والبصل والثوم بتاعي. تمام. انا بحب اشوح البصله في بهارات، يعني احط كركم قبل ما احط الكركم. عندك بقى جوز الطيب، لو عندك بقى فلفل اسمر اهو كده، ريحه البصله تطلع مع الثوم تحفه كده. اشوحها كده الاول في البهارات، بعد كده هنزل بالبسله وهديها تشويحه مع البصل مع البهارات. تمام. تشويحه كده تبقى تحفه. وهنزل بالبطاطس. انا ما حطيتش جزر عشان عندي يوسف ما بيحبش الجزر، وما بيلاقي البسله فيها جزر ما بياكلهاش، فانا هكتفي بالبسله والبطاطس. هفضل اشوح فيها كده شويه تشم بقى من من البصل مع البهارات. طبعا انتوا عارفين ان انا جايبه بسله وطبقت جزء والباقي فرزته، اللي هو عينته كده زي ما قلت لكم بعينه، واطلع منه على الاكل على طول. بس احط بقى الملح تمام، وبعد كده اقوم حاطه الصلصه. حطيت الصلصه بتاعتي اهي. بس كده. الريحه بقى بتلاقيها تحفه تحفه بجد. هقفل عليها واسيبها بقى. مكرونه البشاميل طلعت اهي تحفه، شوفوا جمالها تحفه. لسه بقى البسله على النار هتخلص هي كمان، وكده بقى انا خلصت الروتين بتاع النهارده في الاكل، عشان خاطر ورايا بكره حاجات كتير قوي. البسله اهيت، البسله اهي على النار، والمكرونه عملناها. شوفوا، لما بتنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل ما هو جديد وكل ما هو مفيد مع يوميات ماما ويوسف. بحاول بقدر الامكان اي حاجة مفيدة بحاول اوصلها لكم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.